السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم صابلي المزيود ولا صابلي برستيج بتام تاع البيبي. كيما راكم تشوفوا انا هنايا كنت درتو تاع بنيته، راكم تشوفوا الله يبارك ما شاء الله شكله بزاف راقي ويحمر الوجه وبواحد الحشوه وبواحد الكريمه بزاف هايله وبنينه. تبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش حضرنا هاد الصابلي وكيفاش حضرنا التزيين ديالو. نبداو بسم الله في الوصفه ديالنا. انا هنايا راني مستعمله كميه تاع 500 غرام مارغرين، نتوما الا حبيتو ديروا كميه اقل. هاد المكونات كامل اقسموهم على زوج، يعني نقصوا في الكميه. نحتاجو 500 غرام مارغرين طريه بحراره الغرفه، مغرف كبيره تاع لافاني و3 مغارف كبار تاع الزيت. عندي زوج حبات بيض كاملين و4 صفار، كاس تاع لا مايزينا وكاس تاع سكر غلاس كيما راكم تشوفوا الكاس يكون معمر. نحتاجو تاني كيس خميره كيميائيه، باكي تاع الخميره، الفارينه باش نطمو العجينه، والقرصه تاع الملح. هذا واش نحتاجو لاباط ديالنا. كيما راكم تشوفوا هنايا حطيت السكر ديالي ورايحه نزيد نحط البيض ورايحه نخلط بالباطور. هنا تقدروا تخلطوا غير بيدكم، ومن الاحسن هنايا الزبده تاعكم ولا لا مارغرين ديالكم تكونوا جابدينها من قبل من الفريجيدار، ولا تحطوها في بلاصه اللي تكون دافيه. كيما دوك على بالكم راهو شويه بارد الحال، يعني لا مارغرين تكون شويه يابسه باش تتخلط معاكم فاسيلمون. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت البيض وبديت نخلط. ما تنساوش القرصه تاع الملح. وهنايا كي تكونوا تخلطوا ماشي كي تلحقوا لهاد القوام تحبسوا، لا لازم تخلطوا مليح حتى وين يولي هذاك البيض ما يبانش كامل. شوفوا القوام كيفاش يولي تاع الخليط، يولي خليط متجانس، تولي كريمه وحده. في هذه المرحله حطيت لا مايزينا كيما شفتوا ورايحه نكمل نخلط. يعني الطريقه ما كاش اسهل منها، واللي ما عندهاش الباتور تخلط غير بيدها عادي. هنا كي تحطوا المايزينا تاعكم غير تتخلط معاكم كامل، تحبسوا التخلط، يعني ما تبقاوش تخلطوا بزاف. شوفوا القوام هنا كيفاش يولي، راكم تشوفوا هذاك البيض يولي كامل ما يبانش. هنايا اكو رايحين تتفاداو انه الصابلي تاعكم يجيكم مشقق من الفوق، يعني راح يجيكم كامل على حبه، والوجه ديالو يجيكم كامل يجيكم يعني رطب وماشي مشقق. هنا كيما شفتوا حطيت باكي تاع الخميره وزيت الفارينه وبديت نطم في لاباط صابلي ديالي عادي بلا ما نعجنها حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصل عليه، تكون طريه وما تلصقش في اليد. دوك رايحه نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجه حوالي 15 دقيقه ونبدا نخدم فيها. وبعد ما ارتاحت العجينه ديالي رشيت الفارينه على سطح العمل وبديت نفتح فيها بالحلال. هنايا السمك تاع العجينه تاعكم ما لازمش تكون رقيقه وما لازمش تكون خشينه، السمك يكون متوسط باش الحبه تاعكم تجيكم مليحه. وهنا هذا هو الطابع اللي راني رايحه نستعمله، نتوما تستعملوا اي طابع حبيتوا. هنا الا كانت تلصق لكم العجينه بطبيعه الحال دخلوا الطابع تاعكم في الفارينه وطبعوا. شوفوا السمك تاع الحبه كيفاش يكون. بعدها نحط الحبات تاعي كامل في السنيوه وندخلهم يطيبوا على 180 درجه كيما موالفين طيبوا الصابلي تاعكم. كي تشوفوه تحمر لكم شويه من تحت شعلوا له قسمه يصفر لكم برك من الفوق، ماشي حتى يتحمر كامل. شوفوا هنايا بعد الطياب، شوفوا الله يبارك ما شاء الله كيفاش بقى محافظ على شكله وكيفاش طاب كامل على حبه. قلت لكم ما تحمروهش بزاف باش ما يجيكمش يعني محمر وما يبان لكمش من بعد كي تقلاصيوه. دوك هنا رايحه نخليه يعني حتى كي يبرد كامل باش راني رايحه نلصقو. شوفوا الله يبارك الحبات كيفاش يجوا، وشوفوا الوجه تاع الصابلي كيفاش هذا كامل راجع لانه خلطنا مليح هذاك البيض مع الخليط تاع لا مارغرين والسكر. ونجوزو دوكا نحضروا الكريمه ديالنا. نحتاجو فيها 250 غرام مارغرين اوبلين، استعملوها هي من الاحسن لانه خفيفه وتخرج لكم شابه وتاني ما فيها حتى جو. يعني اللي ما يحبوش لا كريم او بور ولا هاد الكريمه صدقوني ما راكوش كامل رايحين تحسوا بالذوق تاع لا مارغرين ولا تاع الزبده. كيما قلت لكم 250 غرام مارغرين اوبلين، 170 غرام تاع سكر غلاس، 3 مغارف كبار تاع غبره الشونتيي، 2 مغارف كبار زيت، وعندي هنايا لا باتاغوم تاع الفخاز حطيت كميه وحطيتهم في البيترا وخليتهم يتخلطوا. هنايا مع الاول خلطتهم بهاد لوكا، من بعد باش بدلت حطيت الفوي. فوالا هذا ما كان. هنا تقدروا تخلطوا بالباتور عادي.
وشنو هنايا كي تبدلوا كي تحطوا الفوي تاعكم ولا كي تبدا تخلط لكم الكريمه ديالكم، زيدوا لها مغرف كبيره تاع الماء. هنا شوفوا كي حطيت الفوي كانت مازال ما طلعت ليش الكريمه ديالي، درت لها مغرف كبيره تاع الماء، وهذا المغرف تاع الماء راهي رايحه تعاون لي لا شونتيي تاعي باش تطلع وتتخلط لي مليح مع هذيك لا مارغارين. وهنايا شوفوا الا بانت لكم يعني لا كولور تاعها ماشي فونسي بزاف، تقدروا تزيدوا لها لا باتاغوم حتى تتحصلوا على اللون اللي راكو حابينه نتوما. هذا مكان. وما تنساوش تاني لافاني، كي تحطوا الكريمه تاعكم تتخلط ديروا معها مغرف كبيره تاع لافاني، نسيت ما قلتها لكمش في الاول. هنا هاي لك الكريمه ديالي بعد ما وجدت كامل، شوفوا الله يبارك كيفاش تجي خفيفه وبزاف هايله. هنا حطيتها في لابوش وبديت نعمر في الصابلي ديالي، وهذاك الفراغ اللي في الوسط رايحه نعمرو بهاد لا جولي. اللي ما كانتش متوفره عندها هاد لا جولي تقدر تستعمل المعجون تاع الفخاز نورمال، ولا تقدروا تستعملوا لا جولي هذيك اللي تتباع اللي نديروها من الفوق نمسحوا بها الفاكهه من الفوق، هذيك زيدوا لها لا باتاغوم تاع الفخاز تاني راح تجيكم بزاف بنينه. ورايحه نلصق الصابلي ديالي كيما راكم تشوفوا، نحي كامل هذيك الزياده تاع لا كريم. وكي تكون عندكم هكذا كميه كبيره ولا استعملوا هذه الطريقه، حطوا الحبات ديالكم كامل هكذا قدام بعضاهم وعمروهم باش تجيكم الخدمه سهله. كي تكملوا تلصقوا كامل الحبات ديالكم دخلوا سنيوه للفريجيدير باش هذيك الكريمه تعاود تشد روحها. وبالنسبه هنايا للكلاصاج عندي شوكولا بيضه، هنا راني مذوبه 750 غرام تاع شوكولا بيضه، زدت عليها 5 مغارف كبار تاع الزيت وخلطتهم. وكما راكم تشوفوا هنايا نكلاسي الصابلي ديالي، من بعد نحطو في سنيوه اللي نكون دايرت لها بابي كويسون ولا نكون دايره ساشي. هنا نفهمكم برك في حاجه، هذه الكميه تاع الشوكولا والكميه تاع الكريمه اللي خدمتها ما لصقتليش كامل الحبات، يعني خرجوا لي تقريبا 48 حبه، يعني الكي لصقتهم وكي كلاسيتهم، لانه الكميه تاع الصابلي اللي استعملتها قطعت لي تقريبا 70 حبه هكذاك ولا اكثر، يعني خرجت لي كميه الله يبارك. وشنو الكريمه والشوكولا اللي راني مستعملتهم هنا ما لصقوليش كامل الحبات، يعني باش ديروا حسابكم ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نخلي الصابلي ديالي بجهه ينشف ونروح نحضر التزيين. هنا كيما راكم تشوفوا هادو هما الملونات اللي استعملتهم باش تحصلت على هذاك اللون الشباب. استعملت الكولورون غوز والفيولي، راكم تشوفوا هنا استعملت البودر، نتوما الا كان عندكم الجل تقدروا تستعملوا. راكم تشوفوا هنايا ندير فيه زوج، ندير الفيولي وندير الغوز ونبقى نخلط حتى وين تحصل على الدرجه تاع اللون اللي راني حابتها. دوك نتوما الا كنتو حابينها فونسي ولا كلاغ هذه تولي ليكم. الحاصل بقيت نزيد في الغوز فيولي غوز فيولي، يعني نزيد كيف ما كاش كميه اكثر من كميه، انا كنت ندير عيني ميزاني. وهنا شوفوا الفرق يعني بين لا باتا سكر كيفاش كانت غاز في الاول وكيفاش ولات من بعد. وريت لكم هنايا المول اللي استعملته، تقدروا تستعملوا اي مول حبيتوه نتوما، بصح معليش انا وريت لكم باش يعني اللي تحب تدي فكره هذا ما كان. واللابات ديالي هنايا ما درت لهاش تيلوز، اللي خافت لابات ديالها ما تنشف لهاش تقدر دير التيلوز، انا ما درتش لانه على بالي بلي لابات ديالي راهي رايحه تنشف. سورتو كنت استعملت الملونات كيما شفتوا، درت كولورون بودر غبره، يعني على بالي بلي لابات ديالي راهي رايحه تنشف وتيبس. هنا كيما راكم تشوفوا زيت وريت لكم تاني هاد المول اللي استعملته. وهنايا هادي لا باتا سكر الغوز كنت يعني لونتها بهذاك الكولورون الغوز اللي وريته لكم في الاول. ونشكل بهذه الطريقه. الا كانت تلصق معكم دائما عاونوا روحكم بالمايزينا. نجي دوكاتيك باش نعمل هذا الكادر. شوفوا رايحه نوري لكم هذه الطريقه باش تخدموا بهادو ماليمول تاع لي كادر باش تجيكم الخدمه سهله. شوفوا دائما هكذا احكموا لا باتا سكر ديالكم، ديروها حربوش ومن بعد حطوها في المول، يعني هذه الطريقه راهي رايحه تسهل عليكم الخدمه ويجوكم هادوك لي كادر شابين وما يجيش فيهم هذاك التشرشيف الزايد ولا هادوك لي شيت اللي يشمتوا هذاك الموتيف. المهم وشنو هنايا هادو ما لي موتيف كي تخدموهم هكذا تاع لي كادر، سورتو اللي تحطوهم فوق الكعكات ولا العرايش، ديروا لاباط تاعكم ديروا لها تيلوز باش ييبسوا لكم وما يحبطوا لكمش فوق الحبه، ونخلوهم ينشفوا. من الاحسن تخلوهم يباتوا ولا يعني وجدوهم من قبل باش ييبسوا لكم ويشدوا روحهم مليح.
هنا بعد ما نشفت لي كامل الشوكولا ديالي كنت نقيتها مليح من التحت، نقيت هذيك الزياده، من بعد جبت ملمع غذائي ذهبي ودرت هكذا حاجه خفيفه برك من الفوق باش تمد لي لمعه شابه. ونجيب هذوك لي موتيف اللي خدمتهم بلا باتا سكر ونلصقهم بالشوكولا كيما راكم تشوفوا. هنايا من الاحسن تكون عندكم بوش جوتابل تقبوها حاجه خفيفه برك باش تلصقوا بها هاد لي موتيف وتجيكم الخدمه سهله. انا ما كانوش عندي، يعني اللي كانوا عندي كامل كانوا فيهم الفتحات كبار، على بها كنت نلصق بالموز. المهم يعني لي موتيف هنا راهم باينين، تلصقوهم كامل بالشوكولا. مديت لكم هنايا شحال من فكره تاع التزيين وانتوما اعتمدوا واش حبيتوا. من بعد كلمسه هنا لازم نديروا هاد لاتوش هاديه بالنكري دوري اللي نكونوا مخلطينه مع هذاك الليكيد، ولا اللي ما عندهاش تقدر دير الزيت. فوالا، ونجيب هنايا بانسو يكون رقيق ونلون كامل هذاك الكادر كيما راكم تشوفوا. هنايا شوفوا اللي تكون عندها كميه كبيره يعني توجد كامل هذا التزيين، وقبل ما تلصقوا فوق الحبه تلونوا كامل هكذا بهذه الطريقه، دير له هذاك الناكري ومن بعد تلصقوا فوق الحبه. فهمتوني؟ يعني كيما انا هنايا ما كانش عندي كميه فريمون كبيره، على هذا حطيتهم فوق الحبات ولونتهم. وتاني البانسو تاعي رقيق على بالي بلي ما راهوش رايح يطلص لي كامل الحبات. نزيد نحط هذاك البون كيما راكم تشوفوا في الوسط، ونزيد ندير تاني هاد لا فلور صغيره هاديه نحطها من التحت باش نكاسي لا كولور. وهذه هي النتيجه النهائيه للصابلي ديالي. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، يعني ما عندي ما نقول، يحمر الوجه، شكله بزاف بزاف راقي وبريزونطابل. يعني الصوره هنا راهي قدامكم، تقدروا بنفس هذا التزيين هذا ديروه يكون تاع طفل، يعني تبدلوا برك في الكولور هذا ما كان. وهنا هاد الصابلي شوفوا قد ما يقعد قد ما راح يبقى لكم هكذاك طري، يعني يفوت شهر وهو هكاك طري. ومام هذيك الكريمه ما تخافوا ما راح تصرى لها حتى حاجه، صدقوني بزاف بزاف بنين ويذوب في الفم. ما بقى لي غير نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ونتلاقاو في فيديو جديد. سلام.